السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم. عاملين إيه يا أولاد؟ ترم سعيد وإن شاء الله مراجعات سعيدة ومعلومات مفيدة، وبإذن الله خطوة في سبيل التقدم والرقي، وإن شاء الله إن شاء الله عقبال سنة تالتة وتطلعوا من أوائل مش المدرسة ولا المحافظة، الجمهورية إن شاء الله. هنراجع النهارده مع بعض الوحدة الأولى من منهج التاريخ. الوحدة كلها اسمها الحضارة والتاريخ، وبالتالي احنا هنبدأ نتعرف فيها على ما يسمى بالحضارة وما يسمى بالتاريخ. ايه هي الحضارة؟ الحضارة هي ثمرة أي مجهود بيقوم به الإنسان وتفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته وتعمير الكون الذي يعيش فيه. دي أهم حاجة عندي، هي الحضارة. طيب معلش، من المفهوم ده بستنتج إيه؟ قالك إن الإنسان موجود عشان يعمر الأرض، وإن الظروف ليها دور كبير في إن الإنسان يقدر يعيش على مكان محدد. لكل حضارة من الحضارات سماتها الخاصة بيها اللي بقدر أميزها عن الحضارات التانية. يعني زي إيه معلش يا مستر؟ أقول لك زي الهوية العقائدية، زي الهوية الثقافية، زي العادات والتقاليد يا صديقي. في واحد اعترض على التعريف ده وقال لك معلش I have a new definition. معلش عندي تعريف كده حلو على مزاجي اسمه ويل ديورنت. ويل ديورنت قال لك الحضارة نظام اجتماعي بيعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الفكري والثقافي، فمع انتهاء الاضطرابات يشعر الإنسان بالأمان، يتولد عنده الإبداع. يبقى أنا عرفت التعريفين بتوع الحضارة وعرفت بميز ما بينها وما بين الحضارات التانية إزاي. طب معلش يا مستر، هو ممكن أعرف إيه هو التاريخ؟ أقول لك بكل بساطة يا صديقي، التاريخ هو علم، ولازم تعترف بكده. هو علم يهدف لدراسة النشاط الإنساني. النشاط الإنساني بس يا مستر، امتى؟ في كل الأزمنة. فين؟ في كل الأماكن. يبقى هو علم يهتم بدراسة النشاط الإنساني في كل زمان وفي كل مكان وفي كل المجالات. ليه؟ بهدف معرفة الماضي، فهم الحاضر، استشراف المستقبل. ده بالنسبة لي أساسيات دراسة العلم. طب معلش يا مستر، أنا بدرس التاريخ ليه؟ أنا راجل داخل علم. أقول لك عبيط، أنت عندك استخلاص العبر، لازم يبقى عندك معرفة باللي حصل في الأمم اللي قبلك، إبراز القدوة الصالحة والابتعاد عن التعصب، تنمية الشعور بالمسؤولية. وما تنساش إن إحنا شرحناهم كلهم في درس الحضارة والتاريخ. لو مش مذاكره كويس ارجع وبص عليه. إحنا النهاردة بنجيب أهم الأفكار اللي ممكن تيجي معاك في الامتحان. طب هل الحضارة ثابتة أم متغيرة يا مستر؟ هقول لك يا حبيبي، الحضارة ثابتة، مكانها هو اللي متغير. مش فاهم؟ معلش يا مستر، أقول لك الحضارة طائر جوال، بدأت في الشرق ثم انتقلت للغرب ثم عادت للشرق ثم انتقلت مرة أخرى إلى الغرب. يبقى الحضارة طائر جوال ينتقل من الشرق إلى الغرب والعكس. وبناء على ذلك أنا ما أقدرش أقول إن الحضارة ثابتة في مكان واحد، وإنما تتغير من مكان إلى آخر. أول ما بدأت في الشرق مع مصر، العراق وفارس وفارس، وبعد كده انتقلت للغرب، يونان ورومان، رجعت للدولة الإسلامية، قعدت في الشرق 1000 سنة، بعد كده دلوقتي موجودة معانا في الغرب الحديث. طب معلش يا مستر، هل التاريخ زيها ولا متغير؟ اقول لك يا سيدي بص، التاريخ برضه الى حد ما بينتقل من مكان الى اخر. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك يا سيدي، يعني التاريخ بالنسبة لي بدأ في الشرق، في مصر، العراق وفارس، واضيف عليهم واحدة كمان اللي هي فينيقيا، في عصور سميتها العصور القديمة، ثم انتقل إلى العصور الوسطى، ثم انتقل إلى الحديثة، ثم انتقل في الأخير إلى المعاصرة، ودي اللي أنا وإنت عايشينها دلوقتي. العصور القديمة في مصر والعراق وفارس اكتشف فيها الإنسان
النار واكتشف فيها أيضا الإنسان الزراعة، تعلم فيها أساليب الرياضيات وأساليب الفلك والهندسة، بنى فيها المعابد والمقابر، اخترع فيها الكتابة. ده في العصور القديمة. الوسطى بسميها بالعصور الدينية. ليه يا مستر عصور دينية؟ أقول لك عشان فيها انتشرت المسيحية فسيطرت الكنيسة الكاثوليكية فظهر نظام الإقطاع، والاتنين دول قال لك والله إحنا هنعمل شوية مشاكل فربنا يبعت لنا الإسلام يظهر وينتشر، يظهر الإسلام وينتشر من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. عشان كده بقول إن هي عصور دينية مسيحية وإسلامية. نخش بعد كده في العصور الحديثة. ايه اللي هيحصل في العصور الحديثة يا مستر؟ اقول لك بص يا صديقي، العصور الحديثة بدأت بالنهضة الأوروبية. بعد كده النهضة الأوروبية عملت ثورة صناعية. الثورة الصناعية عملت كشوف جغرافية، والكشوف الجغرافية محتاجة حركة استعمارية. بعتنا عمل في نهضة أوروبية، عملت ثورة صناعية، ودي كشوف جغرافية، عملت حركة استعمارية. دي العصور الحديثة. بعد كده العصور المعاصرة، ودي بسم الله ما شاء الله أنا مش عايز حدث ولا حرج يا صديقي. بدأت معايا بحربين عالميتين وانتشار أمراض وأوبئة وحروب مدمرة. يا راجل هو الكوكب بينتهي ولا ايه؟ اقول لك هي العصور المعاصرة بدأ بثلاث احداث سيئة: حروب مدمرة، انتشار امراض واوبئة، وتغيرات مناخية سيئة. بس ده ما ينكرش ان كان فيه ثلاثة كمان حلوين، فالعصور المعاصرة 3 و3. طب ايه يا مستر الثلاثة الحلوين بتوعي؟ قال لك بكل بساطة الثلاثة الحلوين بتوع الثورة التكنولوجية. لما حضرتك ماسك التليفون او اللابتوب وبتتفرج عليا دلوقتي، ده اسمها ثورة تكنولوجية. ايلون ماسك لما بدأ يعمل رحلات للفضاء، دي اسمها ايه؟ اسمها استكشاف للأقمار والكواكب. فاكر الحركة الاستعمارية اللي كانت عندك في العصور الحديثة؟ اقول لك هتقول لك بص يا سيدي، العصور دي الجميلة دي حررتني من الاستعمار، بس مش محتاج اكتر من كده. يبقى دي التاريخ وادي الحضارة. مش عارف انت بتتلخبط في الدرس ده ليه؟ شفت الدرس ده سهل ازاي يا ولا؟ درس ولا فيه اي لت ولا عجن ولا درس صعب ولا حاجة. ادي كده اول درس الاول. نستكمل ابنائي واحبائي مراجعتنا ونخش مع الدرس الثاني، الا وهو مصادر دراسة الحضارة. معلش يا مستر انت غلطت في حاجة، احنا محتاجين مصادر دراسة التاريخ وليس الحضارة. اقول لك شاطر ومركز معايا في الدرس الاول، مصادر دراسة التاريخ، لان التاريخ هو اللي كان كتابي، هو المصدر بتاع المعلومات. التاريخ منذ ان عرف الانسان الكتابة، والتاريخ عندي هو اللي له مصادر دراسة الحضارة. مصادر دراسة التاريخ عذرا. مصادر دراسة التاريخ يعني ايه مصادر؟ اقول لك مصادر الدراسة هي الشيء الذي تعرف من خلاله المعلومات. طب وكله زي بعض يا مستر؟ اقول لك اوعى تقول الجملة زي دي، عندك اولية وعندك ثانوية. الاولية يا صديقي حصلت في نفس وقت الحدث، نفس الوقت اللي حصل فيه، نفس وقت الحدث. أما الثانوية فحصلت أو اتكتبت أو نقلت عن المصدر الأولي، مش في نفس الوقت اللي حصل فيه، لا كتبت ولا نقشت. طب معلش يا مستر، ايه وجه الشبه وايه وجه الاختلاف ما بينهم؟ افرق ما بينهم ازاي؟ اقول لك وجه الاشتباه ما بينهم، وجه الشبه ان الاتنين من صنع الانسان، والاتنين من خلالهم ما اقدرش اعرف الاحداث التاريخيه. امال الاختلاف في ايه؟ اقول لك معلش، الاوليه اكثر دقه، الثانويه خيال ومبالغه. الثانويه سهل تحصل عليها، طب معلش يا مستر
انا بقى هرخم عليك وعايزك تشرح لي المصادر الاوليه عباره عن ايه والمصادر الثانويه عباره عن ايه. اقول لك يا راجل وانت جيت في جمل، ما احنا جايين عشان نراجع. اقول لك المصادر الاوليه اول حاجه فيها اثار، والاثار مقسومه حاجتين، فوق الارض وتحت الارض. فوق الارض تبقى اهرامات ومعابد وتماثيل، تحت الارض تبقى مقابر ومومياوات وتمائم. حلو، ادي اللي فوق الارض وادي اللي تحت الارض. بس يا اخويا مش عايز اكتر من كده. والاثار تعتبر ام المصادر لانها دايما اتكتبت او اتناقشت في نفس وقت الحدث. اقول لك الجزء الثاني، النقوش. ودي عندك بقى نوعين يا سيدي، نقوش بارزه ونقوش غائره. النقوش البارزه زي صلايه نرمر، بتحكي احداث التوحيد واحداث الاسره الاولى. اما الغائره داخله لجوه، يعني قال لك زي حجر باليرمو، وده بيحكي ما قبل الاسرات حتى تلت ملوك الاسره الخمسه. حلو كده، سهله وبسيطه. حجر باليرمو لقيته فين؟ لقيته في منف، بيتكلم عن ايه؟ ما قبل الاسرات حتى تلت ملوك الاسره الخمسه. موجود فين؟ في باليرمو في ايطاليا. يبقى انا كده عندي اثار وعندي نقوش. منساش البرديات زي برديه ابرس الطبيه، واللي بتحكي مشاكل الاطفال والجلديه والنساء والرجال والعظام، وفيها اول تشخيصات للامراض في التاريخ. ومش كده وبس، ده الادويه والعلاج كمان معاها. اسكت؟ قال لك لا، البرديه كان فيها مشكله كبيره، غاليه زياده عن اللزوم، سعرها مرتفع. المصري يسكت؟ قال لك لا، اعمل لي يا ابني استراكه. والاستراكه هي ايه؟ كسرات الفخار. الاستراكه هي ايه؟ كسرات الفخار. شقفه. معلش يا مستر، هو كسرات الفخار دي بيستعملها في ايه؟ اقول لك يا سيدي، بيستعملها في التعليم، في الكتابه، للمراسلات، في الايصالات. بتعلم العيال عليها الكتابه، بتعمل مراسلات ما بينك وبين صحابك، بتطلع بيها ايصالات. إيه اسمها ايه؟ اسمها ايه تاني؟ معلش اسمها ايه؟ ايوه، الاستراك. يبقى عندك اثار وعندك نقوش وعندك برديات وعندك استراكه. اوعى تنسى هذه النقود والمسكوكات. ايه هما النقود والمسكوكات؟ مالهم النقود والمسكوكات يا مستر؟ اقول لك ده انا الفلوس والعمله الفضه دي عرفت منها كميه حاجات قد كده يا ولد. عرفت من خلالها الاحداث السياسيه والحاله الاقتصاديه للدوله، اذا كانت مستقره او غير مستقره. عرفت منها احداث تاريخيه كتيره زي ما وريتكم في الدرس بتاع مصادر دراسه الحضاره، وجبنا فلوس وقعدنا نطلع من عليها احداث تاريخيه. كل ده بعرفه من خلال النقود والمسكوكات. نسكت على كده؟ قال لك اوعى تسكت على كده. اوعى تنسى كتابات المؤرخين. ومش هتعبك، انا مش عايز غير اتنين. بص يا سيدي، مصر ابن مصري اسمه مانيتون السمنودي، وده قسم التاريخ المصري ل 30 اسره. وهيرودوت الاغريقي، وكتب عن مصر في كتاب تمحيص الاخبار. ايه مستر تحميص الاخبار؟ تحميص الاخبار، المهم تكتبها تمحيص في الامتحان. كتب عن مصر في كتاب تمحيص الاخبار، عشان لو جيت قلت لك ما العلاقه ما بين الحضاره اليونانيه والمصريه في دراسه التاريخ، تقول لي انا عندي هيرودوت من المصادر الاصليه لدراسه التاريخ، على راسها كتاب تمحيص الاخبار. اسكت على كده؟ اقول لك لا، ما انت عندك المصادر الثانويه كمان. مالها المصادر الثانويه؟ اقول لك 3 ما فيش غيرهم ومش عايز غيرهم. مين هم ال3 دول؟ الشعراء، الفلاسفه، والاساطير. الشعراء زي هوميروس صاحب ملحمه الإلياذة والأوديسا اللي بتتكلم عن التاريخ السياسي. قال لك الفلاسفه ارسطو، سقراط، أفلاطون. الأساطير
إيزيس، أوزوريس، الطوفان. إيزيس وأوزوريس في مصر، والطوفان فين؟ في العراق. يبقى أنا كده عرفت المصادر الأولية والمصادر الثانوية، عرفت أهميتهم، عرفت الفرق ما بينهم، عرفت كل واحدة فيهم مقصود بيها إيه. اوعى تجاوب الأسئلة دي غلط في الامتحان. وبص عندي على المنصة، هتلاقي الملزمة موجود فيها شرح تفصيلي كأنك ما ذاكرتش أي حاجة. أنا زي ما قلت لك إحنا النهاردة بنراجع النقط العريضة عشان تخش بيها تحل في الامتحان اللي أنا عامله لك برضو على منصة العمالقة. وما تنساش مع العمالقة أنت دايما بالعمالقة. تعال بقى نخش ونشوف الدرس الثالث اللي هو عوامل قيام الحضارات. عوامل قيام الحضارة. ايه عوامل قيام الحضارة يا مستر؟ قال لك بص اوعى، واحدة واحدة. بداية الأمر، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الكون، ليس ليعيش على الجمع والالتقاط، وبالتالي كانت العوامل الطبيعية المحيطة بالإنسان تحثه على الحضارة، بداية من جفاف الأمطار فوق الهضاب ونزوله إلى وادي النيل، نهاية بما نعيشه اليوم من حضارة وسمارت بورد وتليفون تاتش في إيدك يا ولا. تعال بقى نبص كده على العوامل دي ايه. مبدئيا واول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال لك وجعلنا من الماء كل شيء حي. انت محتاج ماء عذب، والميه العذبه محتاجه تربه خصبه عشان الزراعه، والتربه الخصبه محتاجه موقع جغرافي متميز، والموقع الجغرافي المتميز محتاج عدم وجود حواجز طبيعية. وعدم وجود حواجز طبيعية لازم بالتبعية يكون عندك حدود طبيعية آمنة. ما ننساش ان كل ده ملوش اي لازمة في حالة عدم تواجد اهم عنصر من العناصر، ألا وهو العنصر البشري. المياه العذبة في مصر، تعالى بقى ادي عرفت عوامل قيام الحضارة اهي. طب عوامل قيام الحضارة دي هل متوفرة بقى عندي في مصر؟ اقول لك بالتأكيد المياه العذبة يا ولا نهر النيل أدام الله علينا جريانه وأدام الله بقاءه. نهر النيل. بس تقول لي نهر النيل وتسكت أضيع رقبتك. ليه؟ لأن النهر النيل علم المصري القديم تكافل، تكامل، تضامن، تواصل. نهر النيل ما كانش مجرد نهر عند المصريين القدماء، ولكنه كان مدرسة، وكان إله النيل وإله الفيضان. هنجيلها في المراجعة الثانية إن شاء الله باسم حادي في الحياة الدينية. نهر النيل كان مهم جدا بالنسبة لمصر، تكافل، تكامل، تضامن، تواصل. بس كده. تربة الخصبة. نهر النيل جاي لك من الحبشة، محمل بالطمي، غريان، كوارتز، يعني كل العناصر اللي تخلي التربة عندك تربة خصبة. يبقى انت كده حققت شرطين، مية عذبة وتربة خصبة. موقع جغرافي متميز، اقول لك يا ولا مصر اثناء ما ربنا سبحانه وتعالى وهب الحياة على كوكب الارض خدت لها ناصية، واخدة البحر الاحمر والمتوسط، وبتتوسط قارات العالم الثلاثة القديمة، اسيا، افريقيا، اوروبا. فانت عندك الموقع المتميز وتحط تحتيه 100 خط، عشان هقول لك الموقع المتميز كان وبالا على مصر. فهمتش يا مستر ايه ده؟ في ايه وبالا دي؟ اقول لك يعني نقمة، وبالا يعني راحة ورخاء. كان وبالا على مصر، وبالا لان موقعها ده هيعرضها اكتر من مرة للاستعمار بسببه. بالا موقع للرخاء، بتتوسط الثلاث قارات، تأثير وتأثر مع الحضارات.
طب يا مستر، ما انا كده عرفت بقى خلاص، بقى الموقع الجغرافي حلو. عدم وجود حواجز طبيعيه يعني ايه؟ اقول لك يعني مصر ارضها ما تبقاش عامله كده يا ولا، ارضها تبقى منبسطه يا ولا. يعني انت لو عايز تروح من اسكندريه لاسوان هتتمشى كده يا ولا، مش هتفضل طالع نازل طالع نازل. لا، انت مش سوبر ماريو هتقعد تتنطط لي. في حاله ان انت الارض غير مستويه، اول حاجه بتحصل انعدام التواصل. لو انت ساكن مثلا في شبرا وانا قلت لك اتفضل وصل الامانه دي لحد فوق هرم الجيزه، هل هتقبل؟ هتقول لي انت مجنون، ابوك على ابوه يا عم امشي. اذا وجود حواجز طبيعيه زي المسافه زي الهضاب والجبال يعيق التواصل. اما الارض المنبسطه، لو انت في الصاله وابوك قال لك وصل كوبايه الميه دي لامك جوه، هتقوم تديها لها. ما انتش هتنزل من البيت وتطلع بيت تاني وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع. اذا ما فيش حواجز طبيعيه، انت ماشي على ارض منبسطه، ده يعمل تواصل. اذا عدم وجود حواجز طبيعيه يعمل تواصل، بينما وجود حواجز طبيعيه يمنع التواصل. تاخد بالك منها. وجود حدود طبيعيه امنه، ولا ودي ازاي حصلت في مصر يا مستر؟ اقول لك يا واد انت يالا، الحدود الطبيعيه الامنه في الوقت ده يا صديقي محدش في العالم كان عنده سفن، وبالتالي انت حدود البحر الاحمر امنه، حدود البحر المتوسط امنه. طب ما كده شمال وشرق بس يا مستر؟ اقول لك وفي الغرب صحراء غربيه في وسطها بحر الرمال العظيم. ما فكرش حد يجي لك من هناك غير مره واحده، شخص اسمه قمبيز، ولما جه لبس لبسه وحشه. في الجنوب عندك الجندل الاول اللي بيسد عليك من تحت خالص وبيوقفها لك خالص خالص خالص، يعني مفيش نزول من شمال الى جنوب او العكس، وبالتالي انت امن من كل الجهات. فالحدود الطبيعيه الامنه تتفق مع احد النظريات العلميه، نظريه ويل-ديوراند. تنتهي الاضطرابات، يشعر الانسان بالامان، يتولد لديه الابداع. طيب، العامل البشري. العامل البشري يا صديقي واحد من أهم العوامل الجميلة، ولا عامل من العوامل دول يقدر يعمل حضارة. عشان كده لما أجي وأقول لك قال هيرودوت عن مصر إن مصر هبة النيل، تتفق ولا تختلف؟ لازم تقول لي أختلف. إن مصر هبة النيل والمصريين، فلولا الإنسان المصري ما قامت الحضارة. الإنسان المصري هو اللي بذل الجهد، هو اللي بذل الوقت، هو اللي تعب عشان يحقق الحضارة. زي ما انت دلوقتي لازم تتعب في نهاية هذه المراجعة وتذاكر وتحل الامتحانات اللي على الأبواب، والامتحانات اللي هتنزل لك على المنصة، والامتحانات اللي اديتها لك في الحصة عشان توصل. إذا كان جدك المصري القديم بنى الحضارة، فأنت تقدر تبني المجد. اوعى تتخلى عن حلمك، انت معانا دايما عملاق من العمالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.